صباح الفل او يا مساء الفل حسب ما هتشوف الفيديو. انا النهارده حد رشح لي المكان ده ان انا اجي ازوره. هو المكان ده اكبر مكان موجود في فيينا لبيع الحاجات المستعمله، ومعظم الناس بتقول ان الحاجات اللي موجوده هنا حاجات مستعمله بشكل ممتاز جدا، وتقدر ان انت تستخدمها بشكل ممتاز جدا في بيتك. هو كارلا. يلا هناخد لفه بينا كده جوه نشوف الدنيا ماشيه ازاي. يلا بينا. اول ما بتخشوا يا جماعه بتلاقوا اجهزه رياضيه زي ما انتم شايفين، في حاجات كتيره للاجهزه الرياضيه زي ما انتم شايفين كده. يلا نخش بقى نلف في بقيه المكان. في هنا انتيكات واطباق وحاجات كتيره تخص المطبخ. في هنا اكسسوارات، كل ما يخص الاكسسوارات والنضارات في الجزء ده، والملابس الناحيه دي. في مجموعه ملابس كويسه جدا والله. نخش نشوف الباقي بقى الموجود فين. يلا بينا. موجود لعب اطفال، يعني اللي حابب وحاجات اطفال، جزم اطفال ولعب اطفال، اللي حابب يجيب حاجه لاولاده هنا موجود. يلا بينا. كل بقى ما يخص المطبخ زي ما انتم شايفين، كوبايات، اطباق، معالق، شوك، الكلام ده كله. هنا في كنب، كل الكنب والحاجات دي كلها والله حالتها ممتازه. يعني اللي عايز يجيب حاجه مثلا هنا كنب وحاجات كده، والكتب هناك اهو. وهنا كل دي حاجه المطبخ، اللي عايز يجيب حاجه للمطبخ. يلا بينا نشوف الباقي. برضو موجود مكاتب، حاجات كل ما يخص المكاتب وترابيزات السفره والحاجات دي كلها زي ما انتم شايفين. معلش الفيديو لو طال شويه بس عشان تاخدوا فكره عن الموضوع يعني. يلا بينا. وفي برضو سجاد، الناس اللي هي حابه ان هي تكون تشتري سجاد للبيت، موجود سجاد، موجود اجهزه كهربائيه وتلفزيونات هناك اهي. يعني زي ما انتم شايفين التلفزيونات موجوده والحاجات الكهربائيه وسجاد. يلا بينا نشوف الباقي. موجود برضو سراير، والله انا شايف سعره ممتاز، يعني 350 يورو. هي الحاجات برضو ممكن يكون ديزاينها مش جديد قوي، ولكن برضو ممكن ان انت لو عايز تفرش بيت كده حاجه سريعه لغايه لما ربنا يكرمك، ممكن تقدر تجيب الحاجات من هنا. يلا بينا نشوف الباقي. في برضو لمض واباجورات لو انت عايز تجيب حاجه برضو تمشي بيها حالك اهي موجوده. ونختتم بموضوع الكتب زي ما انتم شايفين. قصه الكتب هنا، اللي عايز يجي يشتري كتب ويشتري حاجات موجوده اهي. اديكم كده انتوا خدتوا فكره سريعه عن المكان، وبحط لكم عنوان المراتب والسوفات وكل حاجه. هحط لكم العنوان تحتيه عشان اللي حابب يجي. سلام.